كان عندنا هاي قطعة أرض في مزروعة تفاح هون. أقرت العائلة إنهم يعملوها قهوة. وظبطوا الأرض، مسحوها بشكل مستوى وشالوا هالشجر. وعملنا فيها بركي بالنص، كان جيب لها مي من عن العتيقة، وكمان عملوا ساقي صغيرة بنص الهداك انه المي ماشية بضل منظرها غارشة. يعني بالستينات، اوائل الستينات هيك شيء. وبعدين اقرت العائلة انه هي تستثمرها. جبنا عشي من حلب كان اسمه ابو عبده، ختيار شوي. ان صار شغل ينق، والما صار شغل ينق، يعني قضاها كلها الصيفية ينق. بالاخير طفش، كان يتقاتل هو والياس ابن عمه يعذبوا. المهم طفش روح. ويعني انه كانت الاستثمار هون اكثر شيء الايام الشغالة سبت وحد، كان يجي رحلات من حلب بهاليوم هذا. شيء ناس جماعة تقعد، جماعة تقضي يومها وترجع. بالأخير صار ناس بدها استأجرها، وأجروها لعدة ناس، منهم إبراهيم الجميل الحنوش الله يرحمه، وفي طنوس الوهيب، في فؤاد السركيس الله يرحمه كمان. وبعدين ابن اختي هشام أخذها سنة هو ورفقاته. ويومتها جابوا، كانوا بلبنان، جابوا يمكن مروان محفوظ غنى له، عمل سهرتين ثلاثة مروان محفوظ. والجماعات اللي غنت كان فؤاد فقرة، وجاء عدة مطربات، بعتقد يمكن كمان هذه عايدة إبراهيم. وكمان اللي استثمر آخر شيء تقريبا 3 سنوات جماعة من حلب، في هذا سمير كويفاتي، وكان رفقاته 3 4. سمير كويفاتي كان يقود فرقة موسيقية حتى بالزهور على أيام طنوس الوهيب. ونحن عنا كان مثلا خلال أسبوع ما في شغل، تلاقي هالشباب رفقاتنا ينزلوا يقعدوا، هات سندويشي وهات هذا وهذا كذا، بدهم ياكلوا، نجمع لهم اياها لاخر الاسبوع، نشغلهم فيها سبت وحد. هذه كانت الامور. منهم الله يرحمه برقحن العنتر، والله يرحمه جرس الدوره ابو احمد، وهالشلي. وكمان الله يرحمه جميل السلون لعما صاروا كلهم مريحين، ما ضل ولا ابن وما روح. هذه هي. وكمان في سنة خدناها أنا والمرحوم سهيل حنا. واللي كنت ملاحظ، ما في واحد يسدد لنا الأجار كامل، يا يقرط من هون، يا اما ما اشتغل، يا اما كذا بالشكل. اوكي اخي، ما كان تربح، ما في واحد وما كان عنده شله طويله عريضه من المصروف اكثر من مدخول. كلهم بدهم ياكلوا ويشربوا من عدد الزبونات اللي يجيبوهم، وفي ناس جت تصيف على حسابهم. مرة كان في جماعة حلبية جو لعند المرحوم سهيل، قالوا له بدنا كام كيلو تفاح، على بكرة مسافرين على حلب. قال له ايه. عيط للمرحوم حنا العنتر، قال له بدنا شي كام كيلو تفاح، قال له تكرم. راح الزلمة جابهم وضل جاي. تفاحات غير شكل مرتبين. وإلا شافوهم جماعة كانوا قاعدين عند المرحومة خالتي أم راتب،
حلبية مصطافين. ومين كان رفقاتهم؟ صبايا وشباب. حنا المرحوم حنا وهالشلة الموجودة من رفقاته كان نبيل بدري وزياد لبس الكمان الله يرحمه. منين هودا يا حنا؟ قال له والله من الجنيني تبعتنا. حنا نسى راح نام. هودي من قبل ما يطلع الضو راحوا دقوا الباب على بطعنتور وقال له ردت المرحومة ام ابراهيم نايم. قال له وينه حنا؟ قال له كله نايم. قال له فيقي لنا. ياه فيقوا. نزل هذا وين اخذهم؟ اخذهم على جنينة الياس العيسى. صاروا يحوشوا بهالتفاح. قال لهم انا رايح اجيب الميزان. حمل حاله وضل رايح. نزل الياس العيسى لقى هالعالم قاعدة ما تقطف وما تشيلوا شيء هون وشيء هون، 6 7 بهالجنينة خربوا الدنيا. نزل صار يعيط ويسب عليهم ولا بيقولوا له طيب ابنك جابنا لهون. مين ابني؟ حنا. قال لهم لملم شو فيه تفاح هيرير شو محوشين هنين زن ليهن. قال لهم يلا الله معكم. واخذ حقهم وضل رايح. طلع بوجهه لعند عبط عنتور. دق الباب. ردت المرحومة ام ابراهيم حماتها. قال وينه حنا؟ قالت له والله ما بعرف جا لهون وروح. قال لها لكن بس جاي بعت لي اياه مشان روح افرغ له الارض افرغ له جنينه. هذه. وكان يعني المترددين على القهوة يوميا على العشاء كان الله يرحمه رفيق فاخوري. كان مدرس أدب عربي هو. رفيق فاخوري كان معه مسجلي يجمع هالشبيبات كلهم ساعة يخليهم يغنوا ويسجل لهم أصواتهم ساعة كذا بهالشكل هذا. وبهالمسجلة عمل عجايب. عطيه لحن العنتر بهديك الأيام 5 ورقات لحتى خلى الكر يشهنق. بده صوت الكر ما يشهنق منشان كان يحطوا مع مطربين. وفي ناس كانوا مثلا غربية يجوا على الضيعة ويفكروا باستثمار بعض المشاريع. في منهم كان شاب فلسطيني بعتقد اسمه الياس وواحد تاني قاموا جابوا سينما يعني بدك تعتبرها بدائية يعني مثل الكاميرات القديمة شوي يعني كانت الإضاءة فيها عن طريق لمبة. نحن بعدين اشترينا السينما منهم وكان يساعدهم شباب من المشتى عصام موسى واخواته بشير وعاطف هودي يساعدوهم بتشغيل الافلام وهذا. بعدين ساعة اللي شفنا الاحوال هيك اشترينا السينما منهم انا والمرحوم ابراهيم ابن خالي جرجورة. وصرنا نحن نجيب افلام من صافيطة ومن طرطوس من عند السبع ومن هون ومن هون وتدفع ضريبة المالية وتدفع دعايات وشغلات. كنا نستأجر سيارة من هالجيبات نحط عليها ميكروفون والواحد يبلش يقص تاريخ الممثل او الفيلم او شيء لحتى هذا. والافلام الضاربة كانت اكثر شيء هي الهندية وكان شامي كابور وراجي كابور وهالهذا. وكنا نجيب افلام كمان ست فيروز. في عندك بنت الحارس وسفر برلك هالافلام هاي وافلام مصرية كمان كانت تجي شوي. سليمان كنا نحن نجيب الافلام من عنده ويجي يساعدنا بداية يساعدنا كيف طريقة الشغل وكيف وصل الأفلام وكيف لأنه الأفلام كانت تجي بكر
وهالبكر بدك توصلها على بكرة كبيرة مشان ما يصير تقطيش بالفيلم. وكان تقريبا بنص الفيلم يصير استراحة ويرجعوا يكملوا. ونحن بالشتوية قلنا بدنا نستثمرها بالشتوية، الدنيا برد، جبنا صوبية حطب حطيناها بالسينما. ننزل من الفيلم نلاقي كل هالشباب لامين هالكراسي حوالا صوبية الحطب قاعدين متسامروا وما يحكوا قصصهم وما حيمين تبع الفيلم بطوا. وبالاخير انا بعت حصتي للمرحوم عزات تعوكي، وضل اشراكي هو ابراهيم، استثمروها شوي للسينما وبعدين لغوها عملوها قهوي. وهون رجعت خالتي امراتب الله يرحمها خلصتها اياها. هذه قصة السينما كمان. شو قصة بدك شيء؟ بس انت يعني انه والله يعني ما عرفت تعمل مقابلات غير مع حنا الصباغ ومخيل السليم يعني. هودي اللي عجبوك بهالضيعة. وهذه هي ايش بدنا عملنا فيها حاشي، ما في غير التحشيك بقى.